فين الحكمة لما العم جورباتشوف كان فاكر إن هو ممكن يمحو المصحف؟ فين الحكمة من كده؟ مش لكده ممكن يكون من الحكمة عشان أقول لك قال الله جل في علاه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمحاولة العم جورباتشوف إن هو يمحو المصحف وغيره من معالم الدين، ومحاولة المسلمين في الأوقات دي إن هم يخفوا المصاحف في الحيطان، كل ده من فوقه قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمحاولة العم جورباتشوف وخلاص راح وانتهى، أو محاولة غيره زي العم سام أو يعقوب الحرامي أو العم نابليون أو غيرهم، كلها باءت بالفشل وستبوء بالفشل، وبقالهم 14 قرن بيتمنوا ده، وإلى يومنا هذا لو سألتهم تتمنوا ده أو لأ فطبعا هيكون الجواب نعم، بس ده من فوقه قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والمصاحف لا تزداد إلا انتشارا، وده دليل عزة وشرف ليك أيها المسلم، بل دليل لغيرنا على صحة ديننا.